وشغلي ده انا تعبت فيه تعب ومجهود كبير جدا. اغاني حلال، الاغاني حلال. ارجوكم ما حد يسالني في الاغاني. الركبه عور. توني خليفه من الناس المستفزه. حبايب قلبي ايها الفم العظيم، وحشتوني. او في مقوله اخرى، والله اشتقنا. اعتقد ان ده احسن من الاوضه اللي انا قاعد فيها، وهنمشي بيه شويه كده لحد ما اظبط استديو هنا. المهم دلوقتي قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان احنا عدنا. الفيديو اللي فات كنت مزنوق متوتر قاعد في اوضه متر في متر بحاول اعمل لك فيديو بس علشان اظبط الميعاد، لكن دلوقتي انا رايق. تعال نشوف جاي لنا ايه. قبل ما نشوف جاي لنا ايه، الفيديو ده انا اتكلمت فيه عن بي تي اس، ونسيت اوضح ان لا يسخر قوم من قوم مش معناها ان احنا معنى ان بي تي اس مش مسلمين ان احنا نسخر منهم. واحده واحده، بي تي اس ما نتابعهمش ما نتفرجش عليهم، هم مش مسلمين. بي تي اس بقى اي حد، انت ما ينفعش تسب المسلم او غير المسلم علشان هو في قصه نزلت على تيك توك وكلام كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي ايه؟ الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه لما قلت على امين صبري جحا. جماعه جحا مفيش اي حاجه تثبت ان هو العلامه ابن ثابت الفرزاني. دلوقتي نقدر نبدا الفيديو. بسم الله. بتقولي قولي لي طيب ايه ده دكتوره سحر قلب الحبيب؟ استني ازيك يا دكتوره سحر؟ عامله ايه؟ بقيتي مليونيره ولا لسه؟ طيب هي هنا بتقولي قولي لي طيب ليه حصل كده؟ انا بحاول افهم. انا عملت التمرين وسبت شغلي اللي ما عنديش مصدر رزق ليا وللولاد غيره، وشغلي ده انا تعبت فيه تعب ومجهود كبير جدا. طب انا هقول لكم حاجه حلوه قوي. لا استنى انت، انا اللي اقول لهم. ايه بقى؟ ايه وديتي الناس في داهيه؟ ايه؟ قولي لهم صلوا ويدعوا ربنا بس. ايه تمرين الرزق واطلع على البحر وسبع زفير وسبع شهيق وبهدله ليه يا ماما؟ ادعي ربنا بالرزق. المشكله لما تتزنقي ترجعي انت لربنا، يعني هترجعي وتسيبيهم؟ لا اله الا الله. قولي اهي عملت التمرين وسابت الوظيفه. قوي. مش كنت لسه بقول لكم ان في افكار مضاده للرزق وللفلوس؟ انت هنا قلتي جمله لخصت الموضوع. مصدر رزقي اللي ماليش غيره. مصدر رزقك ربنا مش الشغل ابدا. لا يا شيخ. طب ما لما مصدر رزقها ربنا ما تقولي لها تدعي ربنا؟ يعني ليه بتقولي لها تعمل تمريناتك؟ ابدا، ولا اي حاجه في الكون مصدر الرزق ليك غير ربنا. الرزق موجود زي البحر، موجود وملهوش نهايه. اللي حصل لك ده علشان تبداي تغيري المعتقد ده التطهير اللي انا بتكلم عليه، انها تتكشف. يا جدعان الحجج بتاعتها مسخره. عارف انت اللي هو عامله زي ايه؟ انا خدت الدواء بتاعك ومت، انت اللي غلطان. تركيبه جسمك مش ماشيه مع الدواء، غير من جسمك. ده عقاب ليك عشان انت ما غيرتش من جسمك. انا مستغرب ان في حد بيتابعها وبيبعت لي فيديوهاتها. لا يا جماعه حاجه مهمه جدا بعد ما بدات افتكرتها. في فيديو هينزل على ما وراء السكريبت بعد الفيديو ده على طول. دي سلسله حلقات اسمها تقفيل ملفات. هنجيب الشخص نخلص على فكرته ولكن بطريقه مختلفه تماما، مش بطريقتنا، بطريقته هو. واول شخصيه معانا شريف خالد. يلا بينا نكمل فيديو. استنى بتحل ليه بس؟ تعالى، ما انت حليت الميك اب قبل كده. اغاني حلال، الاغاني حلال. ارجوكم ما حد يسالني في الاغاني. الاغاني حلال يا ابني. الايه يا معتز؟ هو صايع برضو ما قالش الموسيقى، بس من وسيم يوسف ما بتطلعش سالكه. مش عارف ليه كده، ما فيش بيني وبينه عمار. واحد عايز الستات تنزل بميك اب وتروح مكتبها بميك اب علشان لما الناس تبص لها ما تحسش ان هي باصه لجعفر او لراجل. والفيديو اهو. يحسن ولا يجمل، الخفيف اللطيف، فهذا ما يفطر في رمضان. كثير بعض خواتنا يظن ان المكياج في رمضان يفطر، فالداوم بدون ميك اب الموظف نفسه ما يعرفها. عشان ما تقوليش بس ان انا بتبلى عليه. تخيل كده راجل محترم بيقول لك خلي المدام بتاعتك تحط ميك اب عشان اعرف ابص لها كويس. رد انت عليه بقى. طب انت ملتك ايه يا عم دانيال؟ جماعه انا الفلتر ده مستغربه اصلا. بعيدا عن الفيديو ده انا اصلا مستغرب الفلتر ده ليه بقى؟ هو المفروض انت بتختار بين دين والتاني وبعدين بيجي لك اديان تانيه. يعني هل هغير رايي؟ هلحد في ثانيه وارجع تاني مثلا؟ ده مش فلتر تمثيل مثلا بفضل ممثله مين عن ممثله مين او ممثل مين عن ممثل مين. ده دين يا حبيبي. قول يا عم دانيال. والله العظيم جميل يا جماعه. لا الفيديو جميل ما فيهوش حاجه. هو راجل مسيحي بيحب الاسلام ولكن هو مش معتنق الاسلام ومش معترف بيه ومنكر للعقيده، واحنا كذلك. انا ليا اصحاب مسيحيين، انت ليك اصحاب مسيحيين، بس احنا منكرين لعقيدتهم. هو منكر عندي، انا منكر عنده، بس مش معنى ان احنا نأذي بعض. اتفقنا؟ والنكران هو مصطلح بمعنى الكفر سكه، بس مش معنى ان هو ناكر عقيدتي او انا ناكر عقيدته ان احنا الاثنين مش هنتكلم، مش هنتقابل خالص. حذر من الحديث ده. الحديث ده منتشر بشكل كبير جدا وهو ولا حديث ولا حاجه، او بلغه اهل الحديث موضوع لا اصل له. وده طبعا مش كلامي، انا بيطلع عيني عشان انقل لك الكلام ده وكله بصواب. ادخل كده على اي ستوري على واتساب او فيسبوك او اي مكان، غالبا هتلاقي حد عامل شير للحديث ده. فيسبوك عامل حاجه كده وهي انك تقدر تحط تحت صوره البروفايل بتاعك اغنيه او ايه او انشوده او اي مقطع صوتي. يعني هتلاقي برضو ناس ايه الحديث ده؟ انا مشتاق وبيا لوعتهم كتير حاطه الحديث ده
دوت كمقطع صوت، لان افترضنا ان هو حديث يعني. الحديث دوت انا شخصيا كنت بحبه جدا، يمكن لازلت. والمشكله الاكبر بقى انه منتشر على انه حديث قدسي، وهو الحديث المعروف حديث الرزق. يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يا ابن ادم. دي حقيقه الحديث ده مكذوب وغير صحيح اطلاقا. اللي بعده استنى الله، اللي بعده ايه ده يا ابو الادايم، وانا مش هنصلي قبل ما ننزل ولا ايه؟ لا انت عارفين النهارده من الحوار بتاع الصلاه ده، لما ارجع ان شاء الله بالليل هخلص كل حاجه. وده منين ان شاء الله؟ انا لابس شورت. الركبه عور. اعمل ايه؟ عارفكوا ياض راح منكم يبقى في الجيم ولا عنده تمرين ولا خارج لي لابس لي شورت يقول لي اعمل ايه؟ صلي ازاي؟ مش هصلي، لما اروح اصلي كل الصلاه. احب اقول لك بقى عند جمهور اهل العلم. يعني ايه جمهور اهل العلم؟ يعني اكثر اهل العلم على هذا الراي، انه السره والركبه مش من العوره، وان العوره من السره الى الركبه، معناها ان السره مش عوره والركبه مش عوره. يعني لو ده كلام حقيقي، ولكن احنا بنتكلم هنا عن اللي لابس شورت طويل وفي حال ركوعه او سجوده الفخذ مش هيبان، تمام، لكن لابس شورت عارف انه هيبين ما فوق الركبه في الركوع او في السجود وهكذا، فلا بلاش تلبسه احسن. هو ما بين السره والركبه، بس انت خليك في الامان. طب فرمان انا لابس شورت وعارف ان الشورت ده هو ساتر ما بين السره والركبه، خلاص ده حقيقي، الكلام اللي هو بيقوله حقيقي، بس مش تلبس لي شورت فوق الركبه قوي وتقول لي اصل الشيخ امير قال. الشيخ امير برضو في الفيديو ده موضح ان هو ليه جزئيه معينه، عشان انا عارف جو علقها في رقبه عالم دي. لما عرضت عليك قلت لي روح عند غيري. عرضت علي ايه؟ قلت لك انا اذا اريد ان اعتنق الاسلام، قلت لي ما تيجي لعندي، روح عند غيري. لانك انت واخد موقف مني. يا عمي وين اخذ موقف منك؟ ما انت مش عاجبني، اقول لك انت بتسمعني؟ هل تستطيع ان تسمعني؟ وانا اعرفك دائما ابدا كيف ان انا استخدم معك، اعرفك ما المسيحيه امامي في الورق، يعني انت تقرا، اعطي لك الكتب التي تقدسها انت وتقرا انت، ثم اسالك هل هذه ترضى بذلك؟ ان قلت نعم خير، ولكن ان قلت لا خلاص اعرض عليك الاسلام. الله، ده لازم اتعامل بهذه الصوره. عالمي انتهينا. توني خليفه من الناس المستفزه، وبجد انا مش عايز ناس من حبها في الشهره تقع في الفخ بتاعه، يجيب 2 مسلمين من طائفتين مختلفين يناطحوا في بعض. هو بس بيوري الناس اللي مولاه ده الاسلام يا جماعه، فاحنا مش عايزين نقع في المصيده دي. اللي بعده بصوا يا جماعه، ده يوتيوبر هندي قرر يجرب ان هو يعيش في القبر، فدخل القبر وقفل على نفسه وردم على نفسه وقعد يرقص بقى ويستهزأ ويغني ومبسوط بقى، فاتح لايف وكده. جه الليل نزلت عاصفه فوق دماغ اللي جابه وبرق ورعد والدنيا اتقلبت، وكل الناس اللي معاه طلعوا يجروا، ما كانش فاضل غير 3 4 طلعوه بالعافيه. وبعدها البيت نقل للمستشفى وطلع بأعجوبه، كان مرعوب، حرفيا كان مرعوب. هو بس كل الموضوع ان هو كان خايف يدفن مكان ما هو دفن نفسه، وكان بينه وبين ده شعر. تقول لي يا فرماوي انا فهمت من الفيديو ده زي ما هو منتشر كده على السوشيال ميديا ان ربنا رد عليهم بقدره او رد عليهم بقدرته او الى اخره. اقول لك حبيبي، انا جاي اصلا عشان النقطه دي. مش كل حد هيطعن في شيء معين او هيطعن في عقيده معينه ربنا هيرد عليه. منهم من يعجل له العذاب في الدنيا ومنهم من يلقى عذابه في الاخره. لان للاسف اللي انتشر ده مع شويه اطفال هيبقوا فاهمين ايه بقى، ان خلاص لما حاجه تحصل ربنا هيرد عليه. لا، ايه العبث ده؟ انت لما بتعمل الذنب بتتعذب في وقتها، يعني لما بتعمل اي حاجه تخالف ربنا بيرد. فبالراحه علشان الاطفال مش مستوعبه ده، والتيك توك ده كارثه انا مش عارف لحد دلوقتي المها منين ولا منين. احنا ناقصين الترندات المصريه عشان يطلعوا ترند هندي. مفيش حاجه اسمها شكلك بالحجاب احلى، تصدقيش اللي بيقول لك كده؟ مفيش بنت شكلها بالحجاب احلى، كلنا شكلنا بشعرنا احلى. ومفيش حاجه اسمها لو دخلتي شعرك كله جوه الطرحه هيكون شكلك احلى، لا، كلنا عارفين ان شويه الشعر اللي بيطلعوا من الطرحه دول بيخلوا شكلنا احلى. كلنا عارفين ان التربون بيخلي شكلنا احلى بكتير، وان لما رقبتنا بتبان في المطلق ده بيكون احلى. وعشان كده خصيصا ما ينفعش نعمل كده عشان شكلنا كده بيكون احلى، فبالتالي ربنا امرنا ان نخبي الجمال ده. طب ما ان الله جميل يحب الجمال، ما هو خلقك جميله، ده اثبات استدلال غلط بس حلو. هو خلقك اصلا، ده معناه ان هو لا، مش استدلال غلط منها، يعني استدلال احنا بنستدل بيه غلط. اما اقلع على البحر ان الله جميل يحب الجمال، ما هيصه بقى. نيجي بقى للنقطه دي. النقطه دي على فكره مهمه جدا وناس كتير بتكسف تقولها. لا، على فكره عادي، انت شكلك بالحجاب مش احلى من شكلك من غير الحجاب. يا فرماوي هو الدين عايز يخليني وحشه؟ ربنا اللي خلقك حلوه وربنا اللي امرك بالحجاب. اصل لو خدنا ان المقياس كده بقى خلاص، كل ما تقلعي كل ما تلفتي النظر اكتر كل ما تبقي حلوه اكتر.
لبس عريان اكتر، ديزاينات فاشن شويه كمان، وخلاص بقيتي جميله جدا. شويه ميك اب على كام عمليه تجميل، خلاص انت مفيش منك اتنين. حبيتي الشكل ده عشان تعملي بيه ايه بقى؟ عشان تجذبي نظر رجاله، صح؟ ليه بقى الناس بتخاف تتكلم في الحته دي؟ يقول لك علشان بس البنات تحب الحجاب. لا حبيبي، خلي البنات تحب نفسها وتخاف من ربنا. اصل لما الحجاب من غيره انت هتبقي احلى، ماشي، ما انت من غير هدوم احلى خالص، اتفضلي. لا اكيد مش ده المنطق اللي هنمشي نقيس بيه. ربنا اللي خلق الجميله هو نفسه ربنا اللي امرك بالحجاب. قبلتي منه الجمال ولم تقبلي منه الستر، فبشويش كده. شوف الفيديو اللي بعده نقول الو. دائما اقول رب حرام يدفعك عن حرام اكبر، يعني فاهم. لولا الله ثم اني انا مثلا بعزف الجيتار كان زماني بقيت هو يقول لك الموهبه هي تهذيب هو بيقول لك رب حرام هيخليك ما تعملش حرام اكبر مني. انا هسرق عشان ما اقتلش، انا هشرب سجاير عشان ما اشربش حشيش، انا هقلع الحجاب بدل ما هقلع خالص. بعدين رجع بقى قال لك ايه؟ الحرام اللي مرتبط بموهبه. انا بعرف اعزف جيتار، هو حرام، بس ده بدل ما ادخل بقى في سكه ادمان وسكه مش عارف ايه بيطلع طاقه ومش عارف ايه وبتاع، اقيسها لك بالموهبه. الرقاصه انا موهوبه بس بدل ما امشي شمال فانا هرقص. اعتقد ان هي ملهاش علاقه خالص بالموهبه. والله عايز تطلع طاقه، ففي مواهب كتير جدا ملهاش علاقه بالشيطان. ولا هو احنا لازم نحكها في الشيطان في اي حاجه؟ انا عارف البودكاست اللي طالع الايام دي هيعمل فيا ايه. اتفضل. الهوا يعني هواك وطيشك، لما يكون عندك موهبه انت بتهذب هواك. كلمة رهيبة دي. الحين حتى زمان كنت اقول ما نفسي اعلم احد، مش عايز اخذ ذنب حد، فاهمك. بس الان صراحه بدات اقتنع انه يا اخي انا ممكن اعلم شخص الجيتار، يا اخي هو ممكن اهله حيترحموا منه بدل ما هو مش عارفين يعملوا له ايه. في قنبله في البيت مراهق ومش عارفين يعملوا معاه ايه. لا الراجل جيتار وقاعد في اوضته ومع نفسه وبيعافر في حاجه. للاسف الان مجموعه سالتهم قالوا له احنا نتفليكس، قاعده على السرير، جلسه على الجوال، السوشيال ميديا، دي الحياه يعني. يا جماعه هو احنا بقينا في مرحله ان الشخص بدل ما يعمل غلط كبير انا هعلمه يعمل غلط اقل. لا انا اللي هعلمه بنفسي. انا مش هرجعه من الغلط الكبير، وهو لو عمل غلط اقل ابقى انصحه. لا ده انا اللي هعلمه الغلط بنفسي. المشكله ان كل اللي بجيبهم دول مشاهير وفي ناس بتتابعهم، دول مؤثرين في فئه معينه. يعني انا دلوقتي لو لقيت ابني بيتفرج على نتفليكس اخده اخليه يعزف موسيقى، ايه ده؟ ما اخدوش مثلا او دي مكان لعب كوره يلعب كوره، تنس، فروسيه، سباحه، اي حاجه؟ لا دي مش جايه معاكوا خالص. مش طاقه دي هتطلع برضو ولا ايه؟ هي لازم حكه في الشيطان. لو ما حكتش في الشيطان ما ينفعش تبقى فابريك. سوق العربيات دخل على الكونتنت. انا اسف. اللي بعد لما يوم الفرح ارقص، فيها ايه يعني لما يوم الفرح اقلع؟ ده يوم في العمر على فكره، انت ضيق جدا. فيها ايه يعني لما افكلي كده كل يوم بشويه اغاني كتير؟ يا جماعه الفيديو ده انتشر في كل حته تقريبا، على انستجرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب وفي الشورتز وفي الفيسبوك وفي كل حته. كل اللي نشروه حطوا فيه موسيقى، وانا بقول لهم على حرمانيه الموسيقى في الفيديو. انا جالي ايرور اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول لك عادي يا عم، دي شويه اغاني بفك بيهم عن نفسي ما فيهوش حاجه. فانا بتريق، تقوم تحط لي انت لحن موسيقى؟ هو ما شاء الله داخله دلوقتي على اكتر من 20 مليون مشاهده في كل حته بينزل فيها. يعني هنا 3 مليون وهنا 2 مليون وهنا مش عارف. حلوه الارقام دي بس غلط. اللي حط اللحن الحزين ده ليه يا صاحبي؟ ليه؟ انا مش عارف اقول لك جزاك الله خيرا ولا الله يسامحك، ولا مش عارف. لا اله الا الله. لا بس كده انا ماشي. يا جماعه انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا. شايفين التدريجه دي؟ في تدريجه هنا حصلت في دماغي بسبب حلاق هندي، تمام؟ في ناس قالت ان هي قزع وفي ناس قالت ان هي مش قزع، وانا سالت شيخ قال لي لا هي عاديه بس ما تعملهاش تاني وهكذا يعني. لكن انت ما تعملهاش، وانا ما عملتهاش مزاجي. يعني انا طالع من الحرم المكي وقعت في ايد حلاق هندي، حصل اللي حصل بس. يعني عملت العمره ولبستها، فالحمد لله ان ربنا بس تقبل مننا العمره يعني. فده كان توضيح، اوعى تعملها اطلاقا. يعني دايما تجنب الشبهات. انت عايز مني حاجه ما تنساش تعمل لي منشنز، لان خلاص بقى في مكان نصور فيه وفي فيديو نازل على ما وراء السكريبت. انا لسه قايل لك عنه في المقدمه، ما تنساهوش. انما دلوقتي سلام.